فيديو النهاردة بقى للناس اللي بتحتار في اختيار شنطة الهدايا أكتر من حيرتها في اختيار الهدية نفسها، أو الناس اللي الميزانية بتاعتها كلها خلصت في الهدية بس عايزين شنطة كده تكون حلوة وشيك بس اقتصادية ومعمولة بكل حب. هنعمل النهاردة شنط الهدايا القمر دي ونزينها بأكتر من شكل وكلهم من الورق بس. تعالوا يلا نشوف هتتعمل ازاي. استخدمت ورقة A4 وطبقتها من الحرف كده حوالي 1.5 سنتي، وبعدين هحط صمغ على الجزء ده وهطبق الورقة نصين. وطول ما احنا شغالين دلوقتي هنراعي ان كل التطبيقات اللي هنعملها ندوس عليها كويس قوي عشان لما نفتح الشنطة تكون مظبوطة. من تحت كده بقى طبقت حوالي 5 سنتي، ومن الحرف ده هطبق الشكل ده بحيث يكون على شكل مثلث كده، وهعمل نفس الكلام في الحرف التاني. هافتح بقى المثلثات اللي أنا عملتها دي وهافتح الورق من تحت كده وهابدأ أطبق المثلثات دي لجوه. هالاقي الورقة بتطبق معايا بكل سهولة طالما حددنا خطوط التطبيقات كويس. الجزء اللي تحت ده بقى هطبقه لفوق، وبعدين الجزء اللي فوق هطبقه لتحت كده لحد آخر الورقة. وزي ما قلنا نأكد على كل التطبيقات كويس عشان الخطوط تبقى واضحة. هبدأ أثبت بقى بالصمغ كده كويس عشان نقفل الشنطة من تحت. هقفلها كويس وده هيبقى شكلها. من الجنب بقى هطبق الجزء ده كده لحد أول النقطتين دول أو المثلث اللي خارج من بره ده، وهطبق الناحية التانية بنفس الشكل. كده الشنطة خلاص خلصت، هفتحها بقى بالشكل ده والجوانب دي هطبقها لجوه بالشكل ده. هتلاقوا كده كل الخطوط واضحة معاكم والورقة بتطبق بسهولة جدا وشكلها مظبوط زي الشنطة الجاهزة بالظبط. دلوقتي بقى أحلى خطوة وهي التزيين، والحلو فيها بقى إني هزينها بالأشكال والألوان اللي بيحبها صاحب الهدية، وكمان على حسب المناسبة اللي هقدم فيها الهدية دي، أو حتى لو هعملها للتوزيعات. نقدر بقى نرسم عليها أو نلزق ستيكرز أو ورق ملون يعني زي ما نحب. أنا رسمت نقط وقلوب كده صغيرة، واستخدمت واحد من المفرش الكيوت ده وهلزقه كده في ظهر الشنطة، وبعدين هطبقها كده من عند نص المفرش. عملت بقى فتحة بالخرامة وهستخدم أي شريط، وحبيت أزود الورقة الملونة والقلب ده ودخلتهم في الشريط قبل ما أدخله في الشنطة. طبعا تقدروا تستغنوا عن الخطوة دي وتكتفوا بس بالشريط الستان. دخلت بقى الشريط كده في الشنطة وبعدين هعمله فيونكة وبس كده. شوفوا بقى الشياكة، شكلها حلو قوي وبجد شيك جدا. في الشكل التاني بقى لزقت عليه ستيكرز وعملت ايد كده من شريط الستان. اما الشكل ده فانا طبقته كده من فوق وقفلته بمشبك من الصغير الكيوت ده ولزقت عليه قلب من الفوم وبس كده. بجد شكلهم تحفة ونقدر بقى ننفذهم بالمقاس اللي احنا عايزينه زي ما يناسب الهدية. قولولي بقى رأيكم.